بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله تاني حصة في كورس أساسيات المحاسبة المالية. احنا خدنا المرة اللي فاتت إن المحاسب 3 أنواع. تعالى معايا كده مع بعض نراجع اللي احنا خدناه في الفيديو الأولاني. وقلنا المحاسب 3 أنواع: محاسب مالي ومحاسب إداري ومحاسب ضريبي. والمحاسب الإداري ده بيطلع منه محاسب صغير كده اسمه محاسب تكاليف. اتكلمنا على اول واحد المحاسب المالي، وقلنا المحاسب المالي وظيفته ايه. المحاسب المالي وظيفته ان هو بيحدد الربح او الخسارة، بيقولك الشركة بتكسب ولا بتخسر. عشان المحاسب المالي يعرف الشركة بتكسب ولا بتخسر كان بيعمل 4 حاجات بالترتيب كده. اول حاجة اعداد دفتر اليومية، تاني حاجة اعداد دفتر الاستاذ، تالت حاجة اعداد ميزان المراجعة، واخر حاجة اعداد القوائم المالية. وكان القوائم المالية اللي هي رقم 4 دي كانت مقسومة 3 قوائم. أول قايمة اسمها قايمة المركز المالي أو بيدلعوها بيسموها ميزانية عمومية، وتاني قايمة اسمها قايمة الدخل، وتالت قايمة اسمها قايمة التدفقات النقدية. وبعدين خدنا أول حاجة إن المحاسب بيعملها هي دفتر اليومية. وقلنا علشان تعمل دفتر يومية صح لازم تعرف مين مدين ومين دائن. وقلنا مدين يعني إيه؟ مدين يعني شركتي ليها حاجة، ليها سيارة مثلا. دائن يعني شركتي عليها حاجة. لو انت شركتك ليها حاجة تبقى مدين، لو انت شركتك عليها حاجة تبقى دائن. واتكلمنا المرة اللي فاتت على المشتريات، وقلنا المشتريات مدين ومتعلقاتها دائن. زي ايه متعلقاتها؟ مردودات المشتريات، مسموحات المشتريات، الخصم، المكتسب. تاني حاجة خدناها المبيعات، وقلنا المبيعات دائن ومتعلقاتها مدين، زي مردودات المبيعات، مسموحات المبيعات، الخصم، المسموح به. ده كده كان الفيديو الاولاني، كان سريعا كده كنا بنراجع عليه. النهارده بقى ان شاء الله هناخد قائمة المركز المالي او الميزانية العمومية. ملاحظ حاجة؟ هناخد قائمة المركز المالي او الميزانية العمومية. طب واحد بقى يسألني سؤال يقول لي هو انت ليه نطيت لرقم 4 كده؟ مش احنا شغالين في اول واحدة دفتر اليومية؟ انا هاخد قائمة المركز المالي او الميزانية العمومية عشان اقول لك فيها مين مدين ومين دائن، ونرجع نعمل دفتر الايه؟ دفتر اليومية. فالنهاردة إن شاء الله هناخد قائمة المركز المالي أو اسمها الميزانية العمومية. قائمة المركز المالي أو الميزانية العمومية بتكون على شكل حرف تي بالإنجليزي كده، حرف تي. بص كده على إيدي كده، أنا هكتب إيه؟ في يوم 31/12/2013. خدت بالك من كلمة في والتاريخ؟ التاريخ ده آخر يوم في السنة. الميزانية أو قائمة المركز المالي لازم تتعمل آخر يوم في السنة، ما ينفعش في شهر 6 أو في شهر 3 أو في شهر 4. لازم تتعمل في يوم 31/12. عارف لو أنت بتعمل قائمة المركز المالي وكتبتها عن بدل في يتعمل لك غلط. ليه بقى؟ لأن قائمة المركز المالي بتاخد حرف الجر في، لازم تكون في يوم 31/12. معنى كلمة عن ديت يعني عن فترة معينة، من شهر 1 مثلا لشهر 6، من شهر 7 لشهر 11، دي عن فترة معينة. إنما الميزانية ما بتتعملش عن فترة معينة، ده بتتعمل في يوم 31/12. الجانب اليمين في الميزانية اسمه الأصول. الجانب اللي في الشمال في الميزانية حاجتين مش حاجة واحدة: الخصوم زائد حقوق الملكية. أول جانب اسمه الأصول. هي إيه الأصول ديت؟ الأصول دي اللي هي الممتلكات بتاعة الشركة. أي حاجة ملك للشركة المحاسب يقول عليها أصل. الأساس بتاع الشركة أصل، السيارات اللي موجودة في الشركة أصل، المعدات والمباني والآلات والأراضي وكل ده اللي موجود في الشركة المحاسب بيسميه إيه؟ أصول. فمعنى كلمة الأصول هي الممتلكات بتاعة الشركة. تعالى كده بقى على اليمة التانية، الخصوم. الخصوم دي هي ايه؟ في ناس بتسمي الخصوم دي اللي هي الالتزامات. تمشي الخصوم هي الالتزامات. ومعنى كلمة الخصوم دي الفلوس اللي على الشركة، الفلوس اللي الشركة سلفها. تاني حاجة حقوق الملكية. هو ايه حقوق الملكية ده؟ ده حقوق المالك في المنشأة. مش الشركة دي لها صاحب؟ مش الصاحب ده صاحب الشركة دي بادي برأس المال في الشركة؟ الفلوس اللي المالك حاططها دي اسمها حقوق الملكية. تعالى بقى مع بعض كده على أول حاجة الأصول. الأصول دي مقسومة كام حاجة؟ مقسومة 3 حاجات. أول حاجة أصول متداولة، تاني حاجة أصول ثابتة، تالت حاجة أصول غير ملموسة. الأصول 3 حاجات: متداولة وثابتة وغير ملموسة. هي ايه الأصول المتداولة؟ الأصول المتداولة دي اللي هي بتتداول، بتروح وبتيجي، بتزيد وتقل. أو ليها تعريف تاني، هي الأصول اللي انت هتقدر تحولها لنقدية في مدة أقل من سنة تبقى اسمها أصول متداولة. يعني ملاحظ حاجة؟ أنا لو معايا أصل
هروح أبيعه وأحوله لفلوس في مدة أقل من سنة، يبقى اسمها أصول متداولة. طب لو أنا معايا أصل هيقعد سنتين وتلاتة وأربعة، يبقى دي اسمها أصول ثابتة. طيب يعني إيه الأصل بقى اللي هو معايا وأنا هحوله لفلوس في مدة أقل من سنة؟ المخزون مثلا، مش الشركة بتاعتك بيكون فيها مخزن؟ البضاعة اللي موجودة في المخزن دي مش انت مثلا في خلال السنة هتبيعها؟ يبقى المخزون بيصنف من ضمن الأصول المتداولة. طب العربيات أو الأراضي بتاعت الشركة، الأراضي بتاعت الشركة دي هو انت بتروح تبيعها كل سنة؟ لأ، ده بتقعد مع الشركة سنتين وتلاتة وأربعة وعشرة، يبقى دي تصنف أصول ثابتة. يبقى الأصول المتداولة هي الأصول اللي مدتها أقل من سنة، أو بيسموها اسم تاني الأجل القصير. في ناس بتقول على الأصول المتداولة دي هي الأجل القصير. الأصول المتداولة زي إيه؟ الأصول المتداولة زي النقدية. تاني حاجة البنك. النقدية والبنك، إيه الفرق بين النقدية والبنك؟ النقدية في ناس بتسميها الخزينة وفي ناس بتسميها الصندوق، صح؟ النقدية دي الفلوس بتاعة الشركة اللي موجودة في الخزنة. تاني حاجة البنك، هي الفلوس بتاعة الشركة برضو بس موجودة في حساب الشركة فين؟ في البنك. الأصول المتداولة دي هي تقيلة شوية، فاحنا بنقسمها كده 2 3 2. أول 2 دول فلوس خلاص، نقدية وبنك. ايه التلاتة بقى اللي بعد كده؟ مخزون، مدينون أو ليها اسم تاني عملاء، وبعدين أوراق قبض. دول التلاتة اللي بعد كده. يعني ايه مخزون؟ البضاعة بتاعة الشركة اللي موجودة في المخزن لسه ما اتباعتش، يبقى دي اسمها أصول متداولة. بس خلي بالك أنا لما أجي أقولك المخزون من ضمن الأصول المتداولة، يبقى هو هيتباع في مدة أقل من سنة. مادام هو أصول متداولة يبقى هيتباع في مدة أقل من سنة. تاني حاجة المدينون أو العملاء. الاتنين حاجة واحدة. هي إيه المدينون أو العملاء ديت؟ معنى كلمة مدينون أو العملاء بتتكتب لما أجي أبيع بضاعة بالآجل. إزاي بقى يا عم الحاج الكلام ده؟ لو أنا جيت دلوقتي قلت لك أنا بعت بضاعة ب100,000 جنيه للعميل أحمد، وقلت له فين يا عم ال100,000 جنيه بتوعي؟ قال لي هبقى أجيبهم لك، وخد بعضه ومشي. ملاحظ حاجة؟ العميل أحمد ده أنا بعت له بضاعة وخدت منه وعد شفوي، يعني هو لو ما جابش الفلوس أنا ما معيش أي حاجة تثبت، يبقى أنا في الحالة دي بسميها مدينون أو عملاء. طب افرض بقى أنا بعت بضاعة لواحد لعميل ب100,000 جنيه، وقلت له فين يا عم ال100,000 جنيه بتوعي؟ قال لي يبقى عليا. قلت له لأ، تعالى هنا، أنا معرفكش، أنت مش عميل قديم معايا في الشركة. قال لي طب عايز ايه؟ قلت له اكتب لي كمبيالة على نفسك، وانا الشركة اللي قبضت منه الكمبيالة يبقى اسمها اوراق قبض. يعني ملاحظ حاجة ان معنى كلمة مدينون ومعنى كلمة اوراق قبض ان شركتك باعت بضاعة على الحساب، بس المدينون اللي انت بعته له ده خدت منه وعد شفوي، يعني خدت منه كلمة، انما اوراق القبض انت خدت منه كمبيالة. طيب ايه الفرق بقى بين الكمبيالة والشيك؟ الكمبيالة لما حد يكتب لك كمبيالة لازم صاحبها دي يدفعها. طب لو حد كتب لك شيك انت بتاخده، بتصرفه منين؟ بتصرفه من البنك. يبقى انا كده خدت اول حاجة في الاصول المتداولة، نقدية، بنك. تاني حاجة مخزون، مدينون، اوراق قبض. تالت حاجة بقى واخر 2 بيجوا ورا بعض كده، مصروف مقدم، ايراد مستحق. هو ايه المصروف المقدم ده؟ اللي بيسموه في المحاسبة او بلغة التجارة العربون. لو انا شركتي دلوقتي دفعت 1000 جنيه عربون لشركة تانية ولسه ما استفدناش بالبضاعة او ما خدناش البضاعة، مش ال1000 جنيه اللي احنا دافعينها عربون دول ده اسمه مصروف مقدم؟ دافعين حاجة مقدم قبل ما ناخد البضاعة، يبقى ده بتاعنا من ضمن الأصول. فعشان كده المصروف المقدم جه من ضمن الأصول المتداولة. تاني حاجة الإيراد المستحق. وإيه الإيراد المستحق ده؟ الإيراد المستحق ده المفروض بيتحصل، يعني شركتنا ليها إيراد بس مستحق. يعني إيه مستحق؟ لسه ما خدناهوش، يعني احنا عملنا خدمة لواحد، والواحد اللي احنا عملنا له خدمة ده لسه هيجيب لنا الفلوس بعدين، يبقى ده إيراد مستحق. مش هو ده الإيراد ده بتاع الشركة هناخده بعدين، يبقى ده من ضمن الأصول. يبقى الأصول المتداولة بتاعت الشركة نقدية، بنك، مخزون، مدينون أو لها اسم تاني عملاء، وبعدين أوراق قبض، مصروف مقدم، إيراد مستحق. لما تيجي تتخرج إن شاء الله وتشتغل، بتعمل انترفيو، بتدخل على المدير المالي، بيقعد يسألك في شوية حاجات كده، ومن ضمنهم الميزانية العمومية بتاعت الشركة. يجيب لك كده الميزانية العمومية بتاعت الشركة ويقول لك يلا بقى يا باش محاسب، يحط لك جنب النقدية مثلا 1000 جنيه ويقول لك معناها ايه؟ هتقول له الشركة بتاعتنا دي فيها خزنة، الخزنة دي احنا لو فتحناها هنلاقي فيها 1000 جنيه. يحط لك جنب البنك مثلا 2000 جنيه ويقول لك يلا قول لي معناها ايه؟ هتقول له الشركة بتاعتنا دي عندها حساب في البنك، البنك ده الرصيد بتاعه كام؟ 2000 جنيه. يحط لك جنب المخزون مثلا 3000 جنيه، هترد عليه تقول له ايه؟ هتقول له الشركة بتاعتنا عندها مخزن، المخزن ده فيه بضاعة تساوي 3000 جنيه،
بس استنى، احنا هنبيعها في مدة أقل من سنة لأن المخزون هنا من ضمن الأصول المتداولة، يعني المخزون ده كبيره سنة ويتباع. بعدين المدينون، لو حطيت لك جنب المدينون مثلا 4000 جنيه وقلت لك قول لي يلا معناه ايه، هتقول له احنا شركتنا بايعة بضاعة لعملاء واخدين منهم وعد شفوي. طب ليه اصلا احنا خدنا منهم وعد شفوي؟ احنا خدنا منهم وعد شفوي لان دول عملاء قدام معانا في الشركة، بيتعاملوا معانا بقالهم كتير بالطريقة دي. اوراق قبض، لو حطيت لك جنب اوراق القبض 5000 جنيه وقلت لك يلا قول لي معناه ايه، هتقول له احنا شركتنا بايعه بضاعه بالاجل، بس اللي احنا بايعين له بالاجل ده واخدين منه 5000 جنيه كمبيالات، والمصروف المقدم شركتنا دفع عربون، والايراد المستحق دي فلوس لينا بره لسه هنحصلها. دي كده الاصول المتداوله. خلي بالك المحاسبه ما بتتحفظش، المحاسبه بتتفهم، فكل بند من دول لازم تكون عارف معناه ايه، لان المحاسبه ما هياش رياضه ولا هي حفظ، لا لازم تبقى فاهم كل حاجة من دول معناها ايه وبحطها امتى وبتعمل ايه. تاني حاجة الأصول الثابتة. هي ايه الأصول الثابتة بقى؟ الأصول الثابتة دي هي الأصول بتاعة الشركة اللي بتفضل ثابتة، بتقعد سنتين وتلاتة وأربعة لحد فترة حياة الشركة. الأصول الثابتة عبارة عن ايه بقى؟ الأصول الثابتة عبارة عن أراضي، مباني، آلات، معدات، أساس، سيارات، أي حاجة ملك للشركة ثابتة وبتقعد أكتر من سنة، يبقى المحاسب بيسميها أصول ثابتة. ما تحفظهاش بقى. أي حاجة ملك للشركة موجودة في الشركة هتقعد أكتر من سنة، يعني مش في خلال سنة هتتباع، يبقى دي أصول ثابتة. طب لو الحاجة دي في خلال سنة هتتباع تبقى أصول متداولة. طب لو الشركة بتاعتنا بقى بتشتري أراضي بغرض الاستثمار، والأراضي ديت بنبيعها في خلال سنة، يعني احنا شاريينها والنية بتاعتنا ان احنا نبيعها خلال 3 4 شهور او 8 شهور، يبقى انا ما احطهاش من ضمن الاصول الثابته، احطها من ضمن الاصول المتداوله. يعني ملاحظ حاجه، الاصول المتداوله ده هي الاصول اللي الشركه بتملكها بس هتتباع وتتحول لنقديه في مده اقل من سنه. تالت حاجه بقى الاصول الغير ملموسه. ايه ده؟ هو في اصول غير ملموسه؟ يعني في اصول ملك للشركه ما ينفعش المسها بايدي، يعني حاجه معنويه. زي ايه؟ الشهره. هي ايه الشهره ديت؟ عارفين مثلا محل كنتاكي؟ محل كنتاكي لو انا جيت جنبه بالظبط فتحت محل زيه بنفس المواصفات ونفس المساحة ونفس الديكور ونفس الأكل ونفس كل حاجة، بس سميته اسم تاني، لما اجي ابيع الاتنين مين يجيب فلوس اكتر؟ تمام، كنتاكي. ليه؟ لان كنتاكي ده مشهور، اسم كنتاكي لوحده ده بفلوس. فلو انت شركتك مشهورة، دي اصول بتملكها بس اصول غير ملموسة. يعني ايه غير ملموسة؟ هو انت تعرف تمسك الشهرة بايدك؟ تاني حاجة براءة الاختراع. يعني ايه براءة الاختراع؟ لو انت شركتك مثلا اخترعت فكرة او اخترعت حاجة، زي مثلا شركة اورنج اخترعت عرض، قالت لك اتكلم بعد الساعة 12 بالليل هتاخد ساعتين مجانا. الفكرة دي ضربت مع الناس وجابت فلوس كتيرة للشركة. مش ممكن فودافون تقلد اورنج في الفكرة دي؟ لا طبعا. عارفين ليه؟ لان اورنج مش هبلة. اورنج قبل ما بتنزل الفكرة في السوق بتروح تسجلها براءة اختراع في الشهر العقاري باسمها، عشان لو اي شركة تانية قلدتها شركة اورنج ترفع عليها قضية وتاخد منها تعويض. في حاجة تالتة كمان في الاصول الغير ملموسة واسمها العلامة التجارية. هي ايه العلامة التجارية؟ زي علامة مرسيدس مثلا. علامة مرسيدس ديت اللي هو اللوجو بتاع مرسيدس. اللوجو بتاع مرسيدس ده متسجل في الشهر العقاري باسم مرسيدس. ما ينفعش اي حد يروح يصنع عربية ويحط عليها اللوجو بتاع مرسيدس. طبعا اللوجو ده ما تعرفش تلمسه بايدك، فده اصول غير ملموسة. يبقى ملاحظ معايا كده الاصول او الممتلكات بتاعة الشركة 3 حاجات: اصول متداولة، واصول ثابتة، واصول غير ملموسة. تعالى بقى ننقل على اليمة التانية الخصوم وحقوق الملكية. تعالى مع بعض ناخد أول حاجة الخصوم. الخصوم دي مقسومة حاجتين: خصوم قصيرة الأجل وبعدين خصوم طويلة الأجل. هي إيه الخصوم قصيرة الأجل؟ هقولك على حركة حلوة أوي. تعالى بص كده على الخصوم قصيرة الأجل الأول. بس الخصوم قصيرة الأجل دي فلوس عليا بس مدتها أقل من سنة، والخصوم طويلة الأجل دي فلوس عليا بس مدتها أكتر من سنة. بمعنى لو أنا واخد قرض من البنك الأهلي والقرض ده هرجعه بعد 6 شهور، مش ده أقل من سنة، يبقى ده اسمه قرض قصير الأجل. طب لو أنا واخد قرض من البنك الأهلي وهرجعه بعد 3 سنين، مش ده أكتر من سنة، يبقى ده طويل الأجل. الخصوم قصيرة الأجل هنجيبها بحركة حلوة كده. ما هي الخصوم قصيرة الأجل دي يعني أقل من سنة، والأصول المتداولة دي برضو معناها إن هي أقل من سنة، يعني معنى كده الاتنين زي بعض. بس دي أصول ودي خصوم. تعالى كده مع بعض، سيبك من النقدية وسيبك من البنك وسيبك من المخزون. هنا مدينون يبقى هنا
دائنون، أو لها اسم تاني موردون. هنا أوراق قبض يبقى هنا أوراق دفع. آمل مقص يبقى مصروف مستحق إيراد مقدم. وآخر حاجة هنزودها من عندنا اللي هي قرض قصير الأجل. يعني إيه قرض قصير الأجل؟ أنا واخد قرض من البنك الأهلي وهرجعه في مدة أقل من سنة. يعني إيه بقى دائنون أو موردون دول؟ مش أنا كنت بقولك هناك المدينون أو العملاء، يعني شركتنا بايعة بضاعة على الحساب وواخدين وعد شفوي؟ تمام، ده أصول. طب لو أنا قلتلك بقى دائنون أو موردون، شركتنا شارية بضاعة من المورد وإحنا بقى مديله وعد شفوي، يبقى ده أصول ولا خصوم؟ تمام، يبقى ده خصوم. مش هناك كنت بقولك أوراق قبض، يعني شركتي قابضة كمبيالة؟ هنا بقولك أوراق دفع. يعني إيه أوراق دفع؟ شركتي كاتبة على نفسها كمبيالة. هناك كان مصروف مقدم إيراد مستحق، هنا عكست، مصروف مستحق إيراد مقدم. يعني إيه مصروف مستحق؟ طبعا زي ما أنت عارف إن المصروف بيندفع، ومعنى كلمة مستحق يعني لسه ما اندفعش، يعني مصروف المفروض أدفعه ولسه لحد دلوقتي ما دفعتوش، يبقى ده خصوم عليا. إيراد مقدم. يعني إيه إيراد مقدم؟ طبعا زي ما أنت عارف إن الإيراد بيتحصل، ومقدم يعني أنت خدته مقدم، يعني أنت واخد عربون من حد. العربون اللي أنت واخده من حد ده بتاعك ولا بتاع الحد التاني؟ تمام، ده بتاع الحد التاني، يبقى ده خصوم عليا. والقرض القصير الأجل، يعني إيه قرض قصير الأجل؟ أنا واخد قرض من البنك بس هرجعه في مدة أقل من سنة. تعالى بقى تاني حاجة اللي هي الخصوم طويلة الأجل. هي إيه الخصوم طويلة الأجل دي؟ الخصوم طويلة الأجل دي حاجة واحدة بس، اللي هي قرض طويل الأجل. يعني إيه قرض طويل الأجل؟ أنا واخد قرض من البنك الأهلي بس هرجعه في مدة أكتر من سنة. إحنا كده خلصنا الخصوم قصيرة الأجل وطويلة الأجل. هنخش بعد كده على حاجة اسمها حقوق الملكية. هي إيه بقى حقوق الملكية ديت؟ ينفع أروح أفتح شركة من غير رأس مال؟ لأ. يبقى حقوق الملكية رأس المال اللي المالك بدأ بيه المشروع، بجمع عليه الأرباح أو مشواه أو بطرح منه الخسائر. رأس المال بجمع عليه الأرباح أو بطرح منه الخسائر، وآخر حاجة بطرح المسحوبات الشخصية. طيب خلي بالك إن الشركة لو كسبت أنا بجمع، يبقى الأرباح بتنجمع. طب الشركة لو خسرت يبقى أنا بطرح، لأن الأرباح تزود رأس المال والخسائر تقلل رأس المال. يعني إيه بقى مسحوبات شخصية؟ لو أنت شغال محاسب في شركة وجالك صاحب الشركة عايز يسحب فلوس من الشركة، يبقى دي اسمها مسحوبات شخصية. وخلي بالك المسحوبات الشخصية إشارتها سالب لأن تقلل رأس المال. دي كده الميزانية لأي شركة في الدنيا أو أي مصنع. وعيب تتخرج محاسب من كلية تجارة وانت ما تعرفش الميزانية لأي شركة أو أي مصنع عاملة ازاي. اللي يهمني بقى مين مدين ومين دائن. بالعقل كده، مش أنا كنت بقولك مدين يعني شركتي ليها حاجة، ودائن يعني شركتي عليها حاجة؟ يبقى طبيعي جدا ومنطقي إن كل الأصول دي مدين، وكل الخصوم وحقوق الملكية دائن. هقول تاني، كل الأصول يعني النقدية والبنك والمخزون والمدينون والأراضي والمباني والشهرة وكل ده تصنيفه مدين. اليمة التانية بقى الخصوم وحقوق الملكية دائن، ما عدا الخسائر والمسحوبات الشخصية. ليه الخسائر والمسحوبات الشخصية؟ يعني معنى كده ان الخسائر والمسحوبات الشخصية دول مدين. بص كده على اشارتهم، اشارتهم سالب، يعني معنى كده منقولين من اليمة التانية بإشارة مخالفة. يعني معنى كده الخسائر والمسحوبات الشخصية الاتنين دول مدين. خلي بالك دي قائمة المركز المالي أو بيسموها الميزانية العمومية، لازم الكفتين يطلعوا قد بعض. يعني مثلا مجموع الأصول ده لو طلع ب1,000,000، لازم مجموع الخصوم وحقوق الملكية يطلع برضه ب1,000,000. لازم الكفتين يطلعوا قد بعض. وأنا قدكوا بقى لما كنت في الكلية كنت بقعد أسأل نفسي، هو ليه الاتنين بيطلعوا قد بعض؟ يعني معنى كده إن الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية؟ طب ليه بقى الرقمين بيطلعوا زي بعض؟ هقولك على حاجة بسيطة جدا. تعالى نفترض أرقام بسيطة. لو أنا دلوقتي في جيبي 5 جنيه وعايز أفتح شركة، يبقى طبيعي جدا إن ال5 جنيه دول هحطهم رأس مال الشركة. رأس المال بقى أصول ولا خصوم ولا حقوق ملكية؟ تمام، ده حقوق ملكية. بس أنا لما جيت أفتح الشركة لقيت ال5 جنيه دول قليلين جدا، فرحت أخدت قرض من البنك الأهلي ب5 جنيه زيهم. القرض أصول ولا خصوم؟ تمام، يبقى ده خصوم. يبقى اجمع لي بقى كده، أنا معايا أصلا 5 جنيه واستلفت كمان 5 جنيه، يبقى أنا الأصول بتاعتي بكام؟ ب10 جنيه. يبقى معنى الأصول أو الممتلكات بتاعة الشركة اللي معايا أصلا اللي أنا بدأت بيه المشروع زائد اللي أنا سلفه من الغير. عشان كده الأصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية.
انتظرونا ان شاء الله في الفيديو رقم 3، وهنكمل الكورس بتاع اساسيات المحاسبة كامل. اهم حاجة بس ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو يجيلك اشعار بيه ان شاء الله. السلام عليكم.